منها. يعني كلمة زميلة في العمل، مين اللي قال كلمة زميلة؟ اصل خلي بالك بقى، زميلتي ايه في الشغل، زميلتي ايه في الكلية. يمكن الحمد لله هنا الكليات مش مختلطة، لكن تعالى شوف عندنا والعياذ بالله، والعياذ بالله قالوا لك الحرم الجامعي. طب بص جوه الحرم كده، بص جوه الحرم والله العظيم انا مش قادر، لان انا بتكلم بقول فالناس تقول عيب عيب، اصل في ناس بتسمع واصل في بنات مش، ده الواقع اسوأ يا ناس، الواقع اسوأ. ازاي بنت لابسه بنطلون رش، انا بسميه بنطلون رش. ايه رش دي؟ واحده بتقف بيجيبوا سبراي بيرشوا عليها منظر بنطلون، لكن تقول لي ده دخل فيها ازاي؟ ما اعرفش. بنطلون تحت الجلد ده دخل ازاي؟ ده انا مش فاهم. انا واحده لابسه قصير والثانيه نسيت تلبس، ويقول لك روح مش مشكله، دي ايه دي؟ ده الجامعه. وبعدين ده مين بقى اللي انت واقفه معاه؟ ده زميلي وابوها يعمل كده. البنت ماشيه مع مين؟ اوعى البنت ماشيه لا ما تخافش يا حاج، ايه زميلها. هو ما يكونش زميلها؟ لا يا حاج ما تخافش، زميلها يا حاج ان شاء الله. هو ده فكرني معلش بقى بص على واحد بيقول له الحق مراتك ماشيه مع راعي كهربائي، بص كده قال له ولا يفهم في الكهرباء. قال له طب هي دي القضيه؟ هي دي القضيه ان هو يفهم في الكهرباء ولا ما يفهمش؟ ده رخر برضه كده يقول لك زميلها. ايه زميلها دي؟ يعني ايه زميلها؟ عايز افهم انا، يعني ايه زميلها؟ لا زميلي في الاسلام بيقول ايه لما ناخد القضيه من الاول؟ الله في سوره النجم وانه خلق الزوجين، يعني النوعين، الذكر ادي الرجل والانثى ادي المراه. في ضوابط بين الاثنين، ايوه انا بشتغل وهي بتشتغل، نازله عشان ايه؟ عشان تشتغل. طب مش عشان تقعد معايا. ايه واحد قاعد بقى ده يا ريت حضرتك بتقول مقفول عليهم باب مفتوح باب، ده في الشغل النهارده تعالي اقعدي هاتي بقى الفطار ونفطروا سوا. ايه مالك زعلانه ليه؟ لا اكيد في حاجه، لا انا هجيب لك ويقعدوا يتكلموا ويحكوا اسرار البيوت واسرار الازواج والعياذ بالله. وكل واحد ساحب لي بنت في الجامعه وماشي برضه تحت انها ايه؟ زميلته. ونقرا بقى في صفحه الحوادث بقى، واحد مش عارف اعتدى على بنت ازاي، وذلك انها كانت تسير مع صديقها. مع مين يا اخويا؟ صديقها. ايه ده؟ ايه صديقها يعني؟ هي في واحده بتمشي مع صديقها؟ صوره ايه دي؟ حديث رواه مين ده؟ عشان كده بنقول كل واحد يتقي الله عز وجل، اتقي الله في نفسك. في نفسك لا تختلف انسانه، ما تحطش ايدك عليها، ما تلمسهاش. انا اذكر بس بحديث النبي عليه السلام في صحيح البخاري: العينان تزنيان وزناهما النظر، والاذنان تزنيان يلي مش واخدين بالكم وزناهما السمع، العينان تزنيان وزناهما النظر، والاذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. لانه بيقولوا ان بعض الشباب والبنات النهارده يروحوا متصلين ببعض وتقول له استنى ما تقفلش السكه، انا لا اعرف انت مين ولا انت تعرف انا مين، تعال نتكلموا مع بعض، وهي هو يقول لك انا ما اعرفهاش. طيب ما انت بتتلذذ بصوتها، يبقى انت بتزني بودنك. اتق الله.